تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ذكر أن رجلا كان من بني إسرائيل كان رجلا عابدا زاهدا صالحا قانتا راهبا في صومعته، قد ترك الناس ودنياهم وجلس في هذه الصومعة يصلي ويتعبد. كان في المدينة التي بجانب صومعته بيت فيه 3 شباب مع أختهم. أراد هؤلاء الشباب أن يسافروا لأجل تجارة قد تستغرق 2 أو 3 أشهر، فاحتاروا أين يضعون أختهم، يعني لا يستطيعون أن يضعوها عند جارهم أو نحو ذلك لأنه قد يعني يقع عليها بالحرام أو نحوه، فاحتاروا أين يضعونها، فقالوا إذا نضعها عند فلان العابد. أقبلوا إليه قالوا يا شيخ نحن أختنا لا ندري أين نضعها وهي فتاة شابة ونخشى أن نضعها عند جار لنا أو نضعها عند قريب لنا فيغويهم الشيطان ويقعون في الفاحشة، فنحن نرى أنك أحفظ الناس وأنك مثل أبيها ونريد أن نضعها عندك. قال أعوذ بالله لا والله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي رواية ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها لا أريدها. قالوا إذا لا نريد أن تكون معك في صومعتك، لكننا سوف نبني لها بيتا صغيرا بجانب الصومعة التي أنت تتعبد فيها ونجعلها فيه. قال حسنا لكن أنا أرعاها من بعيد. قالوا نعم. قال لكن لا أراها ولا تراني. قالوا أبد لا تراها ولا تراك. قال حسنا. فوضعوها بنوا لها بيتا صغيرا بجانب صومعته ثم وضعوا أختهم فيه ثم مضوا من مكانهم إلى سفرهم. مضى يوم 2 3 أيام، أقبل الشيطان إلى هذا العابد قال مسكينة الفتاة مسكينة لوحدها لا أحد يؤانسها ولا يؤانس صحبتها، لماذا لا تذهب إليها ببعض الطعام من باب أنك تزيل ما هي فيه من وحشة؟ فقال أعوذ بالله ما يجوز، هي تطبخ لنفسها، الأمر سائر على ما تريد هي. قال لا لكن اذهب واجعلها تذوق من شيء من طعامك. طبخ طعاما حسنا ثم ذهب وطرق الباب ووضع الطعام عند الباب وقال هذا هدية لك وذهب. اليوم الثاني وضع الطعام أيضا وذهب. اليوم الثالث إبليس ما يحتاج أن يوسوس، خلاص هو عرف ماذا سيفعل، أخذ الطعام وضعه عند الباب. بعد ذلك قال له الشيطان أنت كيف يعني تجعل الطعام عند الباب؟ قد يأتي أحد والمرأة وهي خارجة لتأخذ الطعام يراها، لماذا لا تدخل الطعام في البيت؟ قال أعوذ بالله هي تأخذه. قال لا، بس بدأ يوسوس له إبليس حتى بدأ يطرق الباب وينتظر حتى تفتح ثم يضع الطعام وهو غاض لبصره ثم يذهب خوفا من أن تخرج البنت ويراها أحد. مضت الأيام. قال له إبليس لماذا لا تجلس عندها، يمكن الفتاة ما تأكل الطعام مسكينة، يمكن لأجل وحشتها وخوفها وفزعها ووحدتها ما تأكل، لماذا لا تجلس معها تؤنسها تتحدث معها وأنت مثل أبيها ولأجل أن تأكل هي الطعام. فلا زال إبليس يوسوس 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 حتى رضي صاحبنا بذلك وذهب وضع الطعام عندها وجلس يتحدث معها. ثم شيئا فشيئا قال إبليس لماذا لا تأكل معها؟ شيئا فشيئا بدأ بعدما يعطيها الطعام بدل ما يرجع ويصلي ويقرأ الأذكار ويسبح ويهلل أصبح يجلس عندها ويطيل الجلوس يحدثها بقصصه وهي تحدثها بقصصها حتى زالت الكلفة بينهما. ثم لا زال الشيطان شيئا فشيئا حتى لمسها ثم قبلها ثم لا زال به حتى أوقعه في الفاحشة عياذا بالله. وقع في الفاحشة مرة مرتين وثلاث وأربع، ومضت الأيام حتى بدأت الفتاة تشعر بألم في بطنها، فإذا هي قد حملت من هذا الرجل من هذا الراهب. قال أعوذ بالله، حملت ماذا أفعل؟ قال له الأمر عادي، تحمل فإذا ولدت الولد يعني ربه عندك أو أعطيه أحد ربه، الأمر عادي. فسكت عنها ولا زال يؤانسها ويقع عليها، وإخوانه لم يأتوا بعد، حتى إذا مضت 9 أشهر ولدت الفتاة. أول ما ولدت بدأت ترضع ولدها من الزنا، ثم سمع هو بأخبار إخوانها أنهم قد خرجوا من بلادهم التي سافروا إليها وأنهم راجعون إلى بلدهم، فخاف. أقبل عليه الشيطان قال الآن لو جاء إخوانها وعلموا بفعلتك ورأوا الولد سوف يقتلونك ويفضحونك، لكن اقتل الغلام واقتل الأم وادفنهما ولا يعلم إخوانه، وإذا جاءوا قل مرضت وغسلتها وكفنت عليها وصليت عليها ودفنتها. قال حسنا. أقبل حتى ذبح الغلام وأخذها بين يديه ثم ذبحها ونظف المكان وضعهما في حفرة ثم دفنهما وذهب يتعبد.
فلما جاء إخوانه أقبلوا لي سألوه عن أختهم قال أحسن الله عزاءكم فيها، المسكينة مرضت والله حاولت أن أعالجها مرارا لكنها لم تشفى، وقمت عليها أعتني بها حتى إذا ماتت غسلتها كفنت وصليت عليها دفنتها، الله يغفر لها ويرحمها. قالوا جزاك الله خيرا، هذا ظننا بك، إن شاء الله يغفر لها. وذهبوا. أتى الشيطان إلى أكبرهم في المنام قال له ترى هذا الراهب كذاب، هو قد فعل بأختك كذا وكذا، اذهبوا إلى المكان الفلاني واحفروا فيه فإنكم ستجدونها هي وولدها. قال أعوذ بالله، استيقظ من المنام وهو فزع. أتاه في الليلة الثانية والثالثة وأتى جميع الإخوان في المنام. لما أصبحوا كل واحد يقول للثاني أنا رأيت كذا وكذا، ما رأيكم نذهب إلى ذاك المكان. ذهبوا وحفروا فإذا جثة أختهم وإذا معها غلام صغير. أخذوا هذا الراهب ضرب حتى اعترف، ذهبوا به إلى ملكهم علقه على خشبة لأجل أن يطعنه ويقتله. فلما فعل ذلك بدأ يبكي الراهب ويقول لا تربطوني كلي، اربطوا قدمي فقط، اجعلوني أستريح على الأرض. قالوا نعم. ربطوا قدميه. فأتى إليه الشيطان وقال له هل تعرفني؟ قال لا. قال أنا الذي أغويتك ووسوست لك، هل تريد أن أخلصك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال أسجد بين يدي لأجل أن أخلصك مما أنت فيه. فإذا بهذا الراهب يخر ساجدا للشيطان. عندها هرب الشيطان عنه وهو يقول أعوذ بالله أعوذ بالله منك. الشيطان نفسه خاف مما يفعل هذا الراهب. فأنزل الله تعالى قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك. لذلك أيها الأحبة هذه خطوات الشيطان التي حذر الله تعالى منها. وقال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء، ثم بعد ذلك فعذاب في الآخرة فحساب بين يدي الله عز وجل إلى غير ذلك. يتقي الإنسان أماكن الفساد أماكن الفحشاء، يغض بصره عن الحرام، ينتهي عن الاختلاط، لعل الله عز وجل أن يحميه من أن يقع في مثل هذه الأمور. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، جعلني وإياكم باركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وأصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.